مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني متاع فيديو الثعلب. كما قال السيد اللي طلعك الحكاية قورية تهنيك ولا ثعلب تونسية تمرت بيك. والله هذه هي عندهم حق. كما حكيت في الجزء الأول متاع الفيديو متاعي، يعني على المونتاليتي متاع البنات وعلى الشيء اللي قاعد صاير تو حاليا في البنات متكبرين يعني دخلوا البلاد في حيط. ومش نحكي توا حكاية صارت لصديقي اللي نتوجه له بالتحية، عادل هماني، أصيل مدينة أصيل قرقنة، جزيرة قرقنة المزيانة، بلاد اللاقمي والعصير. نتوجه له بالتحية. الحكاية دي صارت معاه اللي خلتني ننفجر ونحكي في الموضوع هذا اللي سي، يعني الحكاية متاعه هو هي اللي كملت سي خلتني ننطلق. يعني سي عادل الهماني هذايا يتيم الأب، عايش مع أمه، يخدم مع عمه في معمل متاع نجارة، فهمني صانع نجار. وبنت عمه اسمها هماني اللي نتوجه لها بالتحية زادة، واخذ خونا العزيز حاتم غرس اللاوي، أصيل مدينة قرقنة كذلك، أصيل جزيرة قرقنة. حاتم هذا لاباس عليه، عليه عم بي ماركانتي وماشية معاه، عنده عمارة غادي في حومتنا وصفح ونط، عامل بارفيمري المرتو اسمع، وعنده الأحوانة الأخرين. المعمل متاع خويا عادل هو وعمه قدام البارفيمري متاع بنت عمه اسماء، فهمتني يعني البو، يعني بو اسماء عنده معمل متاع نجارة وبنته تخدم قدامه في سسمو في الواحد في البارفيمري اللي عملها راجلها. الفترة الأخرانية دخلوا صنعة جديدة، بنت الحومة اللي قفانا، فهمتني الحومة اللي قفانا اسمها حومة الحلفاوين. كو حومة هي كلها فصايل، فهمني ببناتها بولادها معطى ربي ما علينا فيه، فهمني برغم اللي فيهم برشا جماعة أصحابي يعني ورجلة، أما أغلبيتها فصايل وكلوشارات وما علينا فيهم. دخلت الطفلة هذه اسمها فتحية، دخلت تخدم مع أسماء. سي عادل من اللي راها تمحن فيها حب من أول نظرة، هذا عشقها الطفلة بصراحة. يكلمني يحكي لي عليها في راهي طفلة عسل في مزيانة في كذا، يوميا قدامي نرى فيها، ولا يمشي بحذا اسمه بنت عمه وتعرف عليها شوية شوية، فهمتني، وعجبته ولا حبها الطفلة، يوميا هي قدامه وزيد تخدم مع بنت عمه، يعني يوميا بدأ يتعلق بها وحبها لو عنده الحكاية يعني 8 شهور 9 شهور حاجة كما نقدر. يعني سبحان الله الواحد طول المدة راهو يتعلق ويحب إنسان يحبه، فهمتني عجبه من أول مرة حبه. بخاصة عقله هذا صاحبي عادل، سامحوني في الكلمة، عقله خسيس الله غالب، فهمتني. أما الله غالب أنا نقول هكا من الحب هكا يعمل الحب أعمى راه، فهمتني. السيد ولا يجيب في النوار، يجيب في الشوكولاتة، يبعث في مساجات، يعني يا سيدي سي طاح لوف على الاخر. هو حسب ما قال الطفلة كانت موافقة من الأول، فهمني، الطفلة كانت موافقة من الأول وماشية معه في الخط. بعد قال لي منعش درا شكون دار لها في مخه ولا حاجة ولا دخل تحت راسه ولا كذا، دارت عليه البريود هذه الأخرانية دارت عليه. كم هو جا حكى معاه، أنا قلت له اصدم أحكي معاه على بنت الناس، راني ناوي على الخير وكذا 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 وكذا. هي لا جاوبته لا إيه لا لا، أما أبدت كموافقة مبدئية، فهمتني. أنا حسب ما نتوقع كانت تلعب له بمخه، فهمتني. يعني ما خويا مخ البنات ساعات الخباثة متاعهم، فهمتني. كو
كانت ماشية معاه في الخط وتضحك معاه وتفدلك معاه وكذا وكذا وهكا، هو يجيب لها في الشوكولاتة وهي تاكل وفهمتني، وما تقولش لا. حوايج ماكلة وتمخميخ ما تراتيش. هي ايش خلاها هي دبة ثمينة، فهمتني. كو زيتو البريود الاخرانية هذايا قال انا مش نجيب عمي ونجي نخطب وكذا وكذا وكذا. شعلت فيه الطفلة، قالت له يا خويا انا ما نخوش، ما زلت صغيره، فهمتني، عمرها 22 ولا 23، شنو ما زلت صغيره بقره شارفه، فهمتني. هكا ما زلت صغيره وكذا وكذا وما يا سيدي كي هو كبش، قالت له كبش، قالت له ما ناخذكش، وعندي انسان اخر نحبه وما ناخذكش انت، وانت ما عندك شيء والزوالي. ضربته على الوتر الحساس، مسيك الطفل جاني مدمر. كلمني قال لي برجولي سيد راهي الطفلة هذه دمرتني. جيت للحومة، وشكون نجيب معايا؟ نجيب معايا حمادي دجاج، حمادي الدجاج نتاع حومتنا، فهمني. هذا حمادي دجاج سبيسياليتي تمقعير وتمسخير على العباد، هذا هو شغله الشاغل، طول النهار هو يتمنيك على العباد، فهمني. ورينا الطفلة من بعيد، وراها الطفلة جاء حماد يعمل هكا، قال له يا معلم هذه بقرة، قال له ارك الكرش اللي عندها، قال له قلش عليها مخزن متاع أسلحة نووية. والله يا ربي يسامحه هو، اما برجولية صحيح بلاصة في عطاها لها في بلاصتها. دخلت انا ماني تجمعني علاقة صداقة مع حمادي رجل اسمه، ومع اسماء هي بنية تحفونها هكايا، اسمه وبشبوشة، فهمتني، وحبوبة هكايا، فهمتني. يعني نرتاح لها من الاشخاص هذوكم. كو مشيت انا استغليت فرصة انه اسماء ما ثماش، ومشيت للطفلة هذه، فهمني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسماء وين؟ قالت لي لا مش هنا. قلت لها انا صاحب العائلة وكذا فهمني. قالت لي مرحبا نتشرفوا. ودخلت الكليون، الكليونت هذه سمت لها حاجة بالفرنسي، مانيش مستحضرها توا، فهمني. الطفلة بهمت، شنو؟ قلت لها ما نعرفش الشيء هذا. قلت لها تخدم في بارفيمري وما تعرفش الشيء هذاك، فهمني. بصراحة غمت علي الضحكة، انا ما نجمش اول مرة نرى بهامة كي هكا. كو كان ما كلمة اسمع، واسمع فسر يعني عدت لها الكليونت وفسرت لها في التالي يطلع مزود نتاع ديفريزاج، فهمني. واضح. كو خرجت المرأة، وانا فهمت الوضعية عاد، هذه طفلة جاهلة وراسها مسكر وفهمتني منك النوعية. كو هاي قلت لها تو بعد شوية نرجع لاسمع. خرجت من غاديك، نلقى واحد من حومة الحلفاوين، سألته، قلت له تعرفش الطفلة هذيك؟ وبصراحة تجمش تجيب لي بحثها، صاحبي راهو يحب عليها وكذا، فهمني. قال لي هذيك الفصالة متاع حومتنا، هذيك توا هيك اللي عاملة روحها هنا قطوسة وعاقلة وكذا. قال لي كيف في حومتنا تولي فصالة هيك الفصالة هذيك، فهمتني. هذيك في حومتنا هي اسمها فتحية، في حومتنا مسمينها فتوح وجه اللوح. وانت افهم من كلمة وجه اللوح، افهم الموضوع، فهمتني. وفصالة هي الفصالة بتاع الحومة، كي تبدا داخلها في الحومة، فهمتني، كي عزوز بنسى، فهمتني، عزوز بنسى لا مشى لجا، تضرب بالحديد وكذا، صاحبت مشاكل. صاحبي قلت له، مشيت لصاحبي نشري، يا معلم قلت له شهل المصيبة اللي مش توحل فيها روحك؟ قلت له تاخذ فصالة حتى نهار اخر دقك بطريحة يا صاحبي، علاش؟ فهمتني. خو طفلة متربية وعاقلة وبنت فاميل.